كان يا مكان يا سعد يا إكرام وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. جايبه لكم النهارده الجزء التاني من حكاية مريودس، أجمد وأفظع من الجزء الأول، حاجة كده من الآخر يعني كله إثارة، يعني مش هتمل ولا ثانية وأنت بتتفرج على الملخص. وطبعا لو ما شفتش الجزء الأول هتلاقيه عندك في صندوق الوصف، بس اوعى جمدان الملخص ينسيك تصلي على النبي وتحط لايك واشتراك للقناة، ويلا بينا نبدأ الحدوتة. وبعد ما بيحرروا بان بيرجعوا على المدينة عشان يعالجوا إليزابيث. ومفاجأة هنا بقى ان الدكتور لسه عايش. بيسأله مريودس ده حصل ازاي، بيقوله انا نفسي معرفش، حتى الجرح بتاعي لم ولا كأنه كان امبارح. فبيعزمهم الدكتور على العشاء كهدية انهم رجعوا بنته. بيطلبوا منه بدل العشاء يعالج إليزابيث، وإليزابيث بتفوق بتلاقي ديانا جنبها وبتقول لها ان الدكتور لسه عايش وهو اللي عالجها، وعزمهم كمان على العشاء. بتفرح جدا وبتفضل تعيط من الفرحة. وفي العشاء بيعرفوا مريودس على بان وكلهم بيرحبوا بيه، وبتصدم بان لما بيلاقي هوك بيتكلم. بيبص في السماء بيلاقي تقاطع شهب، وبيفتكر الدكتور جملة بريطانية بتقول حينما يتقاطع الشهب في السماء تكون انذار حرب. تاني يوم بيتجهوا لعاصمة الموتى عشان يدوروا على كينج هناك، وهنعرف ان عاصمة الموتى دي بتفكر بان بذكريات وحشة معاه ايام ما كان اسمه بان الحرامي وكان زهقان من الحياة وكان نفسه في حاجة جديدة، فقرر يسرق كاس الخلود. بس البت القمر دي بتمنعه وبترميه من فوق الشجرة. كل مرة بيطلع فيها بان كانت بترميه تاني من فوق الشجرة. في اخر مره بان بيتعصب وبيقدر يسرق الكاس، بس البنت بتلحقه على اخر لحظه وبتقول له انت متاكد انك انسان عادي؟ ازاي مش بتموت بعد كل الوقعات دي؟ قال لها انا كل مره كنت بقع على حاجه طريه او بتعلق في غصن شجره. فبتعرف ان الشجره مش عايزاه يموت، وبتعرفه ان الكاس ده هو سر حياه الغابه، ولو شرب الكاس الشجر كله هيموت والغابه هتموت. فبيقول لها خلاص مش هشربه. فبتستغرب البنت من رده السريع وبتقول اكيد بيكذب. قررت تقرا افكاره وبتتفاجئ انها فعلا مش هيشرب الكاس. وبيفوق بعدها بان بعد ما وصلوا لعاصمة الموتى عشان يدوروا على كينج. بيروح بان يدور على كينج وهو ماشي بيلاقي طفلة صغيرة بيفتكرها البت بتاعت الغابة، بس مش بتطلع هي. وفي مرة واحدة بيغمى على البت من قلة الأكل. بيحاول يفوقها بس اخوها بيجي وبيفتكروا انه عايز يخطفها، فبيغرز اللي في ايده في صدره. وبتفوق هنا البت بتقوله ده كان بيساعدني وبيحاول يفوقني مش بيأذيني. وهما بيتكلموا بيتغرز رمح في صدر بان وبيجيب دم من بقه. بيظهر طفل صغير فوق الرمح وبيقول له ازيك يا بان، ازيك يا بان، ازيك يا خطيطة الثعلب يا قاتل يا لص. وبيكون متضايق منه جدا وبيسأله بان انت مين وازاي تكلمني كده؟ قال له مش عارفني؟ قال له انا مش ممكن اسامحك على جريمتك وقتلك لحارسة غابة الجنيات. وبيبدأ القتال ما بينهم لحد ما بيجي مريودس بيقول له مش تقول لي ان انت لقيت كينج؟ بيقول له كينج مين يا عم انت، ده مش كينج خالص. وديان راحت تتكلم مع كينج فكينج سابهم ومشي. وبعدها بيروحوا وبان بيعملهم شويه اكل، انما ايه ملوك عكس مريودس خالص. وهوك يا عيني عليه بيقول اخيرا هاكل اكل نضيف. وهم بياكلوا بيسالوا الطفلتين على بوابه الموتى، بيقولوا لهم هي هنا بس مش اي حد بيعرف يدخلها غير اللي ليه ذكرى ثمينه مع حد ميت. طبعا احنا عارفين مين اللي ليه ذكرى ثمينه. وبيقولوا له الواد اللي ضربك كل يوم كان بيحاول يدخلها بس مش بيعرف. بعدها بيروحوا كلهم عند البوابه وبيفتكر بان البنت وهي بتسأله عايز تسرق كاس الخلود ليه، بيقول لها علشان خاطر حياتي ملهاش طعم ولو شربت كاس الخلود ممكن تتغير للأحسن. بيفوق بيلاقي البوابة اتفتحت وبدأت تنقلهم لعاصمة الموتى. بيشوفهم كينج وبيلحق البوابة وبيدخل معاهم. بيدخلوا العاصمة وبان بيشوف إيلاين بيجري عليها وكينج بيلحقه عشان يقتله. طبعا البنت عرفتوا ان اسمها إيلاين. وفي الناحية التانية بتكون في فارسة مقدسة بتسأل عليهم وبتحاول تخنق العيال عشان تعرف مكانهم وتعرف انهم في عاصمة الموتى. فبتقرر توقف قلبها عشان تدخل تقتلهم هناك. واول ما بتدخل بيحس بيها مريودس. وكينج بيلحق بان وبان مش بيكون مركز بيقول له امشي من هنا يا عيل رخم انت، وبيحاول يضرب بس مش بيعرف. وكينج بيثبت بان في المخده بتاعته وبان بيتاكد ان هو فعلا كينج. بيقول له انت بتعمل كده ليه؟ بيقول له من 10 سنين كنت راجع على موطني غابه الجنيات لقيتها كلها متدمره والحارسه بتاعتها مقتوله. انا لما شفتك افتكرتك خالد عادي مش عشان شربت كاس الخلود وقتلت اختي إيلاين. وهنا بيصطدم بان بيقول له إيلاين تبقى اختك؟ بيقول له هتقتلني ازاي وانا خالد؟ قال له مش شرط اموتك، انا هحنطك هنا للابد. وفعلا بيبدأ يحنطه. وبنرجع بالزمن وإيلاين بتقول له يا ريتك كنت جاي عشاني انا يا بان مش عشان خاطر الكاس. سمعها بان وبيقول لها بعد ما شفتك قررت ان اسرقك اصلا من هنا ومش عايز الكاس. بتفرح جدا وبتقول له بس انا ما ينفعش امشي واسيب الغابه. قال لها مش انتي عندك اخ؟ هرجعه للغابه ونطير احنا من هنا. بيقطع كلامهم هجوم شيطان بيحرق كل اشجار الغابه وبيدور على الكاس. فبتقدر إيلاين تنقذ الكاس وبتقول له اهرب انت بسرعه يا بان. بيقول لها مش هقدر اسيبك لوحدك بعد ما لقيتك. فبيقرر يهجم على الشيطان ويسرق قلبه على اساس انه موته وكده. بس بتلحقه إيلاين وبتقول له ان الشياطين عندها اكتر من قلب وهي بتقول له بيضربهم ضربه العصفورين بحجر واحد. وبيقول لها بان هو بيودع اشربي الكاس وهربي من هنا. ما بترضاش وبتشربه هي وبتديهوله في بقه. احنا على طول مضحيين كده والله. اول ما بيشرب بان الكاس بترجع ليه قوته وبيفضل يضرب في الشيطان لحد ما يقضي عليه خالص. وبيروح على إيلاين بيلاقيها خلاص بتودع. بتقول له اوعى تتجوز عليا يا بان، هطلع لك عفريتة في منامك وهسود ايامك.
وبتموت بعدها على طول. وبنرجع لبان وكينج هو بيتحنط وبيضحك اخر ضحكه في سلام. بنروح لميريدس وبيكون غيلة وصلت ليهم وبيحس بقوتها الجبارة، وبيقول لهوك خد اليزابيث واهرب على قد ما تقدر. وبتبدأ المعجنة اللي بجد ميريدس مش قادر عليها، وفجأة بيطير وبيلاقي هوك تحته وبيقول له ابعد اسرع، البت شكلها تنفخنا. وبيجري هوك باسرع ما عنده، ولسه ميريدس بيقوم بيلاقي ديانا واقعة فوقه. وبتيجي البت بتقول لهم انتوا تعبتوا ولا ايه؟ انا لسه بلعب معاكم. ديانا اتعصبت وقررت تهجم عليها بغل عشان يحوق في غيلة ولا الهوا. وميريدس نفس الكلام. وبعدين مع البت المستفزة دي بنروح لكينج هو بيقرر يمشي ويسيب بان، وفجأة بيلاقي نور جه لبان وسمع صوت اخته. وهنا الاين بتبوس بان والتحنيط اللي عليه بيروح. كينج بيكلمها وهي ولا عايزه تعبره، وبنعرف انها زعلانه منه لانه سابها في الغابه 100 سنه لوحدها، وبعدين يرجعوا يقولوا علينا احنا النكديين. بان بيقول لها مش ناوي تظهري ليه؟ قالت له احنا مش بنظهر غير اللي بيحبنا، وانما كينج مش بيحبني زيك. الاين بتسال بان انت جيت هنا ليه؟ بيقول لها علشان اقولك اني مستحيل اتجوز غيرك وسيبيني انام بقى في سلام. البنت بتتأثر وتفضل تعيط وتقول بيحبني. وكينج بينهار بيقول لها ازاي، مش هو اللي قتلك؟ قالت له لا، هو اللي عوضنا عن 100 سنه اللي انت سبتني فيهم لوحدي في اسبوع واحد بس. بان طيب جدا وقلبه كبير، بس انت خلي بالك منه وخليك دايما في ظهره. وبتظهر اليزابيث وهوك من وراه، وهوك يا عيني جاب اخره. بتقول له في فرسه مقدسه هناك بضحكه مستفزه ومحدش قادر عليها. وبنروح لبان بعد ما وصل عندهم وهو عمال يضرب في البيت، والبت تقول له اضربني اكتر ومفيش حاجه بتاثر فيها، وهم يعني اتبهدلوا على الاخر. وبتدخل السيف في رقبه بان، وبيظهر مره واحده رمح من جسمه وبيرشق في جسمها وطيرها. اخيرا حاجه اثرت فيها. بان بيقول لكينج انت اللي جابك هنا؟ قال له جاي عشان ابقى في ظهرك يا زميلي انا ورمحي. البت بتقول له تعالى العب معاك انت كمان واقتلك، وبتهجم عليه بس رمحي بتصدق كل الضربات، وبتقول شكلها تحلو وهجموا انتوا الاربعه عليا. كينج بيقول لها انا لوحدي كفايه عليكي. ومريضة وبان ما بيصدقوا بيقولوا احنا هنقعد نريح بقى ونتفرج عليكم. البت بتقول له لوحدك مش هستمتع، ولسه بتكمل كلامها بتلاقي الرمح هجم عليها وعورها في وشها. بتتعصب وبتهجم عليه بس كينج واقف مكانه وما اتحركش، كل اللي بيعمله بيحرك الرمح بتاعه بصباعه بس. البت بتجيب اخرها وبتتعصب منه، بتقرر تجمع كل قوتها وتدمرهم كلهم خالص. بس كينج الجامد مستعد لاي حاجه منها، واول ما بيشوف هجومها بيقرر يحول رمحه لقطع صغيره ويدمر هجومها ويروح فوقيها ويدمرها هي كمان. وخلاص هيمشوا، بتظهر تاني من ظهر كينج وبتهجم عليه بس ميليودس بيلحقه وبيطيرها في السماء وبتختفي من عاصمه الموتى. بيجي الولدين اللي اكلهم بان وبيشكروه على الاكل وبيطلعوا هم كمان من عاصمه الموتى. وبتيجي ايلاين وبتودع بان، وبتلاحظ اليزابيث ان جسمها بدا يتلاشى وكلهم نفس الكلام وبيطلعوا من عاصمه الموتى. بيلاقوا غله قدامهم فبيقرر بان ان هو يقتلها، وبيقرر كينج ان هو يحنطها احسن، بس ميليودس كان ليه راي تاني خالص. بيرسم على وشها تعابير مضحكه ويربطها في شجره ويمشي. لو ما عملش كده يبقى مش ميليودس يا جماعه. بيروحوا يحتفلوا برجوع كينج ليهم، وبيسألهم كينج عن اليزابيث وبتعمل ايه معاهم. بيقولوا له انها الاميره الثالثه للبلاد وجايه تجمعهم بيتصدم كينج وبينحن ليها، والصدمه بتغير طبعا وشه، فبتهديه اليزابيث وبيرجع وشه لطبيعته. وبعدها بتسأله اليزابيث انت قوي كده ازاي؟ بيقول لها عشان انا ملك غابه الجنيات، والسلاح الاسطوري بتاعي هو الاساس قوتي، ولو هم كمان معاهم سلاحاتهم الاسطوريه يقدروا يهزموا غله بكل سهوله. وبيسألهم عن سلاحهم الاسطوري. ديانا بتقول له ضاع مني، وبان بيقول له حد سرقه، اما ميليودس بيقول له انا بعته. وبيصدم منهم طبعا، كل ما بيتصدم وشه بيتغير زي ما انتوا شايفينه كده. وفي المملكه بيكونوا في اقوى 2 من الفرسان المقدسين متجمعين الفرسان الصغيرين وبيديلهم نصايح يتعاملوا ازاي مع الاعداء. ده بيكون هندريكسون وده الشرير، والتاني بيكون ديروفاس. بيروح غل وصديقه هاوزر على ديروفاس عشان يسلموا عليه، وبيحكي لهم على اللي حصل وان كينج اتضم الخطايا وقوتهم بتكبر. بيسأل هاوزر هم اقوياء جامد كده يعني ولا زينا عادي؟ بيقول له اكتر مما تتخيل. عارف مدينة ليونا اللي دمرها هو ميليودس بس لما سيطر عليه الغضب. وبيتصدم وبيقرر يمشي، وغل بيقول له على اللي بيحصل وان هندريكسون بيجمع شوية مبتدئين تاني ومنعرفش السبب. وبنروح لكينج وهو بيحكي على غيلة انها لسه مبتدئة وضعيفة خالص. بيتفاجئ الجميع وبيقولوا امال لو قوية كانت هتعمل فينا يا عم؟ بيقول لهم مش عارف، بس في شوية مبتدئين عمال يظهروا كده وقوتهم جبارة مش عارفين مصدرها منين. بيسألوا هوك على فايدة السلاح الاسطوري. بيقول له شايف البحر ده؟ اعتبره قوتك من غير سلاح، بتاخد حبة صغيرين انما بالسلاح تقدر تاخد كل ده. بيتصدم هوك وبيروح يضرب ميليودس على غبائه انه باعه. وبنرجع للمدينة، بتظهر غيلة واخدة الاتنين دول المكان تحت الارض، وبيظهر هندريكسون وبياخد شوية دم من الشيطان دوت، والشيطان دوت بيكون اللي قتله بان، وبيقول لهم عايزين القوة اشربوا من الكاس ده. وبتفتكر البنت بان لما بهدلها في السجن، وبيفتكر الراجل التاني ميليودس لما شروحه في الهوا، وبيشربوا بغل. البنت بتقع في الارض والراجل مش بيستحمل بينفجر من قوة الشيطان، والبنت بتتأقلم مع القوة بعد ما بتقع في الارض.
بنروح للخطايا وهم رايحين لمدينة بازل عشان سمعوا ان في مطرقة عملاقة ومحدش قادر يرفعها، وطبعا عرفنا السلاح ده بتاع مين. ايوه بتاع ديانا. بيقرروا كلهم يدخلوا المدينة ما عدا اليزابيث وديانا، هيتمشوا في الغابة شوية. بنرجع لميريدس وهو بيتمشى في المدينة وبيسأل على المطرقة بتاعت ديانا، وراجل عجوز بيقول لهم على مكانها، والراجل ده بيكون اسمه كاين. بس عشان تاخد المطرقة دي لازم تكسب في المسابقة السنوية بتاعتهم. فبيقرروا يدخلوا المسابقة هما التلاتة، وكمان الفارس المقدس هاوزر كمان بيشترك. بيروحوا كلهم على الحلبة وبيقول لهم الحكم الاختبار بدأ، يضربوا بعض على قد ما تقدروا، والتمانية اللي هيفضلوا هم اللي هيتقابلوا في النهائي. وفعلا بتبدأ المطحنة، كله بيضرب في كله. وطبعا صاحبنا بان ولا مهتم اصلا ان حاسسهم كلهم ضعفاء. وفي بنت شكلها قوية جدا عمالة تضرب بالخمسة والستة في ضربة واحدة وبتلفت الانظار ليها، ومن ضمن اللي ضربتهم ووقعتهم هو كينج، بس حظه انه فضل طاير واتحسب من ضمن الخمسة اللي فاضلين. وبعد كده بيدخلوا اوضه عشان يعملوا قرعه ويشوفوا مين اللي هيتنافس مع مين. وبان كان نفسه يبقى خصم ميليوداس جدا. وبعد كده بيجي الحكم وبيقول لهم النتيجه: الراجل ابو عضلات ده ضد البت المجلبيه، وهاوزر ضد المصارع. وكينج اول ما بيسمع اسم هاوزر بيعرف انه فارس مقدس وبيستغرب وايه اللي خلاه يشترك في مسابقه زي دي. بيروح لبان وبيساله: انت غيرت طبعا اسمنا؟ قال له: اكيد طبعا يا عبيط انت. والمباراه التالتة هتكون ما بين كاين ضد المسن. بيضحك كينج اول ما بيسمع اسم المسن ده وبيقول: ايه الاسم الغريب ده، مين اللي اسمه كده؟ بيروح له بان وبيقول له: اسمك انت يا حبيبي. بيتعصب كينج عليه وعايز يضربه، هما النسايب دايما كده. والمباراه الاخيره بيكون مريودس ضد بان، وحلمهم اتحقق وشكلها نهايه مدينه بازل هي كمان. وهنا هاوزر بياخد باله من تشابه الاسماء اللي ما بينهم، وبيروح يسالهم: هو انت فعلا من الخطايا؟ بس بغبائه بيقول: لا طبعا مستحيل يكونوا هما، وبيسيبهم بيمشي. وبتبدأ المسابقة وبتكون البت المجلبية ضد الراجل ابو عضلات، وبيكون الواد ده خطيب فيرونيكا اخت اليزابيث، وكانت موجودة في وسط المسابقة بتدور على اختها. الحكم بيقول للبت الطاقية مسموح بيها بس العباية لا، ممكن يكون في سلاح تحتها، وبتقلعها. وهنا الصدمة: مش دي اليزابيث؟ هي بقت قوية امتى؟ بس ميلوداس بيعرف انها مش اليزابيث، ما هو واخد مقاساتها كويس جدا. وبيبدأ القتال والبت عمالة تضرب فيه وهو اللي هنا، وكمان فعل قوته وهو الجدار العازل، وفضل يزق في البت لحد ما كان هيوقعها. هاوزر طبعا كان عارفه وعارف ان التقنية دي مستحيل تتكسر، وان البت كده خلاص خسرت، وان الحل الوحيد ان هو يبطل التقنية او مدة التقنية تخلص. بس حظها انه فضل يشتم في الخطايا، فهي اتعصبت جدا وضربته ضربة كسرت الحاجز ودخلت فشخته جوه. في صدمة من الجميع، والصدمة الاكبر لما الطاقية وقعت وطلعت ديانا. هي صغرت كده ازاي؟ بتروح لميريوتس عشان تفرحه بس هو مش بيعرفها، فديانا اتعصبت منه وضربته وسابته ومشيت. وبيسأل فيه ايه ومين دي، وبيشتمه كينج كمان وبيقول له: قد ايه انت غبي، دي ديانا. وبيسيبه يجري وراها، بينادي عليها وبتصدم لما تلاقيه عارفها. بيسألها ايه اللي حصل وفين اليزابيث وليه لابسه لبسها. ديانا بتحكي ليه اللي حصل، وانهم ماشيين في الغابه هجم على اليزابيث فتر العملاق، فراحت ديانا عشان تضربه فبخ في وشها ماده خلتهم هما الاتنين صغيرين. فبتوريه اليزابيث بتقول له هي ما لقتش هدوم على مقاسها فخبتها هنا. وبيجي ميريوداس يعتذر لديانا فبتسامحه على طول الحب بقى وسنينه. وبيبدأ القتال التاني، هاوزر ضد المصارع، بس هاوزر اقوى منه بكتير، من اول ضربه بيطيره بره الحلبه. وبيجي القتال التالت، كاين ضد المسن، وكينج بيقول لازم اكسب عشان اهدي المطرقه لديانا، يخرب بيت الحب وسنينه. بس المفاجأة ان كينج ضعيف جدا من غير سلاحه وبيخسر بكل سهولة، وبيفضل بان وميريوداس يتريقوا عليه ونعم الصحاب. واخيرا وصلنا لاخر مباراة، مباراة العظمة، بان ضد ميريوداس. من كتر الحماس اللي في القتال انا هخليها الحلقة الجاية ولازم نبدأ بيها حلقة جديدة. يا ترى مين اللي هيفوز، بان ولا ميريوداس؟ استنوا الجزء التالت من حكاية الخطايا السبعة المميتة. بس اوعى جمدان الملخص ينسيك تصلي على النبي وتحط لايك واشتراك للقناة، والى اللقاء في الملخص الجاي.